السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد لطريقة عمل النجس، الفراخ المقرمشة. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنشتريها بثمن غالي يعني في المحلات والمطاعم. وطبعا ولادنا يعني كل ولادنا، الجيل الجديد بيحب النجس وبيحب الحاجات الفراخ المقرمشة والحاجات دي. فإن شاء الله هنعملوها مع بعضينا بأقل يعني تكلفة، وإن شاء الله تنول رضاكم. إن شاء الله أول حاجة هنسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا نص كيلو من الفراخ البانيه صدور يعني. ومعايا نص كيلو برضو من البطاطس سلقتها وسبتها علشان تبرد معايا. وبعدين جبت الفراخ وغسلتها كويس قوي، وبعدين شلت منها الدهن اللي فيها والعروق ونضفتها كويس قوي، وبعدين قطعتها مكعبات علشان خاطر نضربها يعني في الكبة. طبعا هضيف في الكبة الفراخ، بس ايه بعد ما تتصفى طبعا معايا كويس قوي. هنا في الكبة حطيت نص كيلو من الفراخ البانيه، ضفت عليها بيضة، ضفت معلقة فلفل، معلقة ملح، معلقة بابريكا، كوباية من النشا. طبعا البهارات اللي انتي بتحبيها، بصل بودر وتوم بودر، وحطيت السبع بهارات، وضفت يعني كذا حاجة علشان يعني البهارات اللي عندك كلها حطيها في الفراخ، لان الفراخ بتتقبل البهارات غير اللحمة. حطيت معلقة صغيرة، معلقة يعني مليانة هرمية من البيكنج باودر. خلطت وحطيت بابريكا. ضفت يعني كل البهارات اللي عندك كلها، البهارات اللي عندك كلها ضيفيها يعني عشان تخلي الفراخ طعمها حلو. يعني مستحب ان انت برضو ايه، لو عندك بابريكا مدخنة برضو بتديها طعم حلو وبتبقى لذيذة كده في طعمها. جبت البطاطس بعد ما بردت، ضربت الفراخ كويس قوي في الكبة، وبعدين ضفتها على البطاطس بعد ما هرستها بالهراسة. طبعا لازم تخلطيها كويس قوي علشان خاطر كل المكونات تمتزج مع بعضيها، وبعدين تسيبيها في التلاجة شوية لغاية لما تسمى، وعشان تعرفي برضو تفرديها وما تقعدش ايه تلزق في ايدك. بتسيبيها لمدة مثلا ساعة ساعتين على حسب الوقت اللي عندك يعني. جبت صاجة وبعدين فردت فيها معلقة زيت، مسحتها بمعلقة زيت، وبعدين جبت الكفتة بتاعتي، قصدي النجس بتاعي، فردته في الصاج. يعني فردة لازم تفرديه كويس قوي علشان خاطر يبقى ايه مساوي معاكي. سويتها بايدي، وبعدين جبت السكينة برضو وسويتها، وبعد كده هقطعها بقى. وبعد كده بعد ما اقطعها هشيلها في التلاجة. لو مستعجلة شيليها في الفريزر علشان خاطر لما تيجي تقطعيها بكل سهولة. طبعا الافضل ان انت تحطي كيس بلاستيك عشان لما تيجي تقطعي الحتة، البلاستيك بيساعدك في ان انت تطلعي القطعة يعني بكل سهولة. طبعا الزيت معايا برضو بيشيل بيطلع القطعة برضو، بس الكيس البلاستيك افضل. يعني انا بقولك يعني ايه تجربة عملية، يعني انا عملتها برضو قبل كده بكيس بلاستيك، كانت احسن من الطريقة دي. الطريقة دي طبعا يعني بتشيليها برضو كل حاجة، بس ممكن مثلا واحدة تتلخبط معاكي كده، لكن الكيس البلاستيك بيساعدك ان انت تشيلي القطعة بقطعتها.
جبت السكينة وحددت الاول المكان اللي انا هقطعها يعني منه، زي ما انتوا شايفين بالطول، وبعدين هقطعها كده هوت بالعرض، وهشيلها في التلاجة علشان خاطر تمسك معايا. يعني الافضل ان انت تشيليها في الفريزر علشان خاطر لما تيجي تشيليها تسمغ معاك، وتبقى يعني هتبقى زي كأني بتطلعي قطعة من التلج، فبتتشال معاكي بكل سهولة غير لما تكون طرية. هتكوني محضرة الكريسبي، الكريسبي اللي احنا عارفينه دوت، اللي هتلاقيه عند العطار. انا جبت منه نص كيلو، ضربته في الخلاط، وعشان خاطر يعني ايه ولادي ما بيحبوش الكريسبي الناشف ده، ف يعني ضربته ضربتين كده لغاية لما يعني ايه بقى ناعم معايا زي ما انتوا شايفين كده. وجبت الذرة الصفرة برضو، ويعني هاخد طبعا الاول البانيه بتاعي او النجس، هحطه في ميه، وبعد كده هحطه في الدقيق الذرة الصفرة، وبعد كده بعد ما اشيله احطه فين في الكريسبي لغاية لما يديني طبقة حلوة كده. طبعا الافضل ان انت تشيليه برضو، يعني لو مثلا مش متلج جامد شيليه في التلاجة. متلج خلاص اعملي اللي انا بعمله دوت، وتوكلي على الله واقليه طبعا في زيت يكون غزير، ويكون درجة الحرارة بتاعته يعني وسط، ما يكونش عالي قوي علشان خاطر ما يلهفلكيش يعني الفرخة بتاعتك تتلهف وما تبقاش مستوية من جوه. فانت ايه لازم تخلي النار بتاعتك وسط عشان تتحمر على مهلها والفراخ تستوي معاكي كويس. انا طبعا ولعت الزيت ووطيت عليه عشان لقيته يعني سخن جامد مني، فوطيت عليه. وطبعا بغطي الطاسة بتاعتي عشان يتحمر براحته يعني. بس زي ما انتوا شايفين باخد القطعة بحطها في المية، وبعد كده بحطها في الدقيق الذرة، وبعد كده بشيلها من دقيق الذرة احطها في الكريسبي زي ما انتوا شايفين. وطبعا بتعمل لك طبعا كمية كبيرة، يعني انا خدت يعتبر ربعها، وشلت الباقي في الفريزر عشان لما احب ان انا اطلع يعني اطلعه ايه يبقى متلج وايه، ويكون برضو ايه متفرز لما تيجي تفرزيه برضو بنفس الطريقة دي. حطيه في الدقيق والمية والدقيق الذرة، وشيليه من الدقيق الذرة تحطيه في الكريسبي، وبعد كده تفرشي اكياس وتحطي مثلا طبقة من النجس، وبعدين تحطي كيس، وبعدين وهكذا، وتحطي طبقة تانية وتحطي النجس، وبعد كده تحطي كيس، ولغاية لما علشان خاطر يبقى ايه يعني ايه لما تيجي تطلعيه يبقى يطلع معاكي بكل سهولة وما يبقاش لازق في بعضه. يعني لازم تحطي بينه وبين الطبقة الاولانية كيس زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني اللون يفتح النفس. عاوز تعملي جنبه طبعا مكرونة، عاوز تعملي رز بسمتي، عاوزة تعملي تاكليه مثلا بالعيش، عاوزة تاكليه كريب، كله ماشي وكله جميل معاكي كله يعني طبعا هو حلاوته هو سخن بيبقى طعمه جميل جدا. يعني اللي احنا عملناه دوت وفرنا كتير ما شاء الله. بنشتريه بالغالي. بسم الله ما شاء الله اللون حلو، القرمشة بتاعته جميلة. يعني جربوه مش هتندموا. ولو لسه اول مرة معايا في القناة واول مرة تتفرجي عليا، يا ريت ما تنسينيش في اللايك وفي الشير لو عجبك الفيديو بتاعي وعجبك محتوى القناة بتاعتي. وكان معاكم ام زياد، والسلام عليكم ورحمة الله.